السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثروا من الصلاة على سيدنا محمد يا جماعة. ما شاء الله لعلها منجية كده من اللي احنا فيه ده. ربنا يجرنا يا رب من حر الدنيا والآخرة ونار الدنيا والآخرة. بصوا بقى، دي أكلة يوم الجمعة. ما شاء الله حاجة كده تحفة، أحلى من الطعمية. وكمان والحلو فيها إن هي كلها خضار. بصوا النهاردة، وصفة النهاردة دي كانت تحفة من الجمال، وما فيهاش زيوت كتير ولا دهون كتير. هتعجبكم جدا جدا جدا. خضار، مجموعة من الخضار تحفة تحفة تحفة. بصوا، مجموعة خضار: كوسة، بطاطس، فلفل، طماطم، يعني كل الخضار الحلو ده كله في الوصفة دي. هتعجبكم جدا جدا. لو عجبتكم وصفتي النهاردة اشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. يلا بينا نخش على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت الخضار اللي هستعمله في الوصفة النهاردة يا جماعة. دي طماطمية كبيرة، يعني ولا كبيرة ولا صغيرة، بس اهم حاجة الطماطم بتاعتي اللي هحطها في وصفة النهاردة. المعلومة بتاعت الوصفة النهاردة ان الطماطمية تبقى ناشفة، ما تبقاش مستوية خالص، لان انا لو خليت الطماطم مستوية في الوصفة هتنزل كل السوائل بتاعتها في الوصفة بتاعتي وانا بقليها، وهتخلي الخضار من جوه طري. تمام، مش هيستوي، يعني هيبقى المذاق بتاعه في الاكل كده مش طيب يعني. تمام. قشرت الجزر والكوسه، ودي معايا بطاطسيه متوسطه، ولا هي كبيره ولا هي صغيره. تمام. بعد ما اخلص بقى تقطيع الخضار ده هشطفه شطفه كويسه جدا. تمام. وهشتغل في باقي الوصفه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، ما بتاخدش ثواني. بصراحة كمية الخضار دي في وصفة واحدة وفي طبق واحد تحفة 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 على الفطار. عارفين الصيف يا جماعة عايز خضروات كتير، فدي اسهل وصفة للفطار، غدا عشاء، تحفة تحفة تحفة. هنا حضرت البولة وضفت فيها بيضتين، وعليهم شوية من الملح، شوية من الفلفل الاسود، شوية من الكمون، ولو عايزة تضيفي شطة ضيفي، مفيش مشكلة، دي حسب الرغبة. وهنا دول 3 معالق كبار من الدقيق، ودي معلقة كبيرة من النشا. بقلبهم كويس جدا مع بعض. النشا يا جماعة بيخلي الطبقة الخارجية للوصفة بتاعتنا النهاردة فيها قرمشة بسيطة كده، طعمها حلو قوي. ودول 3 فصوص من الثوم، ممكن تستغني عنهم خالص. هدقهم ونعاهم كده في الهون وهقلبهم مع بعض. وهنا كده حضرت المبشرة وحطيت تحتيها مصفى وطبق. تمام. عشان اي مية هتنزل من الكوسة هصفيها منها. كده هبشرها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، ما بتاخدش ثواني معايا. اهم حاجه بقى اعصر الكوسه كده واضيفها على الخلطه اللي انا عملتها. بصوا الميه دي هتخلص منها، واقلبهم كويس جدا مع بعض. ونفس الكلام في البطاطس، هبشرها كده كويس جدا في المبشره. اهم حاجه برضو يا جماعه ان انا اصفي الميه اللي فيها، شايفين؟ دي اهم حاجه في الوصفه. كملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا كل التكات اللي انا عاملاها، تمام، عشان الوصفه تطلع ناجحه معاكي. وهنا كده بشرت البصل والجزر والفلفل. تمام. قطعته وضفتهم وقلبتهم. والطماطم شلت منها البذر، تمام، وقطعتها كده صغير وضفتها. وهنا دي بصلايه متوسطه. تمام. زي ما انت عايزه البصل حسب الكميه حطي، مفيش مشكله في الوصفه دي، ممكن تحطي بصلتين تديها طعم حلو قوي. وقلبهم كويس جدا كده مع بعض. وظبط بقى الملح بتاعي. تمام. والتوابل كده دقتها، عايزه شويه ملح وشويه فلفل كده وشويه كمون وشويه كزبره. وهنا كده سخنت الطاسه بتاعتي. اهم حاجه الطاسه تكون سخنه كويس يا جماعه، تمام، عشان ما تلزقش في الطاسه مهما كانت. تمام. وضفت كبشه اهي، شايفين بلم الجوانب ازاي؟ اي حاجه تنزل من الفطيره بتاعتي، تمام، بلمها كده من على الجوانب بالمعلقه، بتلزق فيها على طول. تمام. وبتتجمد، لان طبعا السوائل دي من البيض ومن البصل، ميه البصل وميه البيض بتبقى فيها خليط من البيض. شايفين لما بلمها كده على الجوانب خلاص استوت جواها وما بتبقاش هايشه كده من على الجناب. بصوا كده، شايفين لونها وشايفين الخضار كده بيستوي. بس يا جماعه لو عايزين تغطوها عشان الخضار يستوي اكتر يبقى احسن. تمام. بغطيها وهدي النار سيكه كده. شايفين بقى كل شويه بقلب فيها اهي، شايفين بقت متماسكه مع بعضها ازاي؟ مش بتفك مني ولا حاجه. بس برضو الاحسن في المعلومه النهارده ان انت تعمليها فطاير صغيره اصغر من دي. تمام. يعني دي بالنسبه لي كده فطيره كبيره. بصراحه يا جماعه اول لما طلعتها دي قعدت اكل فيها،
كانت تحفة من الجمال، طعمها حلو جدا جدا جدا، وبالذات كمان لما تاكليها وهي دافية، ما تاكليهاش وهي سخنة لسه طالعة سخنة كده من الطاسة. اي حاجة بتتأني عليها وتاكليها وهي دافية، سبحان الله، سنة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تاكلوش الاكل سخن. ما شاء الله ما شاء الله، كانت تحفة. بصوا بقى الجمال، وشايفين لونها عامل ازاي، كانت تحفة من الجمال. بصوا بنزل هنا في الطاسة واحدة تانية اهي، وبصوا بلم من الجوانب، خلاص بتلزق فيها على طول وبتتجمد على طول. ده بيض، ما بتعملش بقى شوائب حواليها ولا الزيت بتاعها بيغمق ولا اي حاجة. ما شاء الله ما شاء الله، وصفة النهاردة يا جماعة كانت مظبوطة جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده، اول لما تبتدي تصفر كده من تحت، تمام، بقلبها على طول، بس بسيبها تاخد راحتها في السوا، ما بستعجلش عليها. ما شاء الله، شايفين. وبصوا هنا كده صغرت حجمها شوية يا جماعة، بصراحة كانت حلوة جدا جدا جدا، وبتتقلب معايا بسرعة زي ما انتوا شايفين كده، وحجمها مناسب جدا. وكده وصفة النهاردة خلصت. ما شاء الله يا جماعة، كانت تحفة من الجمال، مش قادرة اوصف لكم قد ايه كانت طعمها جميل جدا جدا جدا، والخضار فيها كان رهيب، وطعمها ما كنتش متوقعة والله ان طعمها يطلع بالشكل ده. ولو وصلتوا معايا لحد هنا بالفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفة بنزلها. شايفين بقى الجمال، صراحة كانت سخنة على ايديا، مش قادرة امسكها كمان، عشان كده قلت لكم بالفيديو ما تاكلوهاش الا وهي دافية. كل لما بتقعد يا جماعة، لو حتى باتت لتاني يوم بتفطري بيها، طعمها بيبقى اجمل، زي العجة بتاعتنا بالظبط. بس دي طبعا ضايفين فيها خضروات كتير بدل البصل الكتير والحاجات اللي احنا كنا بنحطها، بصل وثوم بس، لا احنا ضايفين خضار النهارده. ما شاء الله، وصفة صيفية تحفة. والسلام عليكم بفيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.